هناك من يسأل عن حكم تقديم وتبادل التهاني قبل حلول العيد بيوم أو يومين. وهناك من يرسل أنه لا يجوز تقديم وتبادل التهاني قبل حلول العيد بيوم أو يومين، وإنما التهنئة يقول لابد أن تكون يوم العيد وبعد الصلاة. الجواب على هذا يقال يعني هل التهاني هل هي من العادات أم من العبادات؟ التهنئة بلا شك من العادات وليست من العبادات، فإن كانت من العادات فلا يحتاج إليها إلى دليل لأنها من العادات، إنما الدليل على من منع، فلم يرد في الكتاب والسنة ما يمنع من التهنئة بالعيد قبل الصلاة أو بعدها. والأصل في العادات الحل والإباحة كما ذكر أهل العلم، والتهاني كما ذكر أهل العلم أنها من العادات، ومن منع التهنئة قبل العيد بيوم أو يومين فعليه الدليل، وليس هناك دليل يدل على المنع. يعني مثله لو رأيت شخص قبل زواجه وقلت له مثلا مبروك مقدما، هل هذا فيه بأس وإشكال؟ لا. وعليها يقال لو هنأت أحد بالعيد قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، لأن هذه كما ذكر أهل العلم أنها من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، والأمر في ذلك واسع ولا نضيق واسع. وهذا ما يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الحيدان رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، كالشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله وغيرهم الكثير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أتم صحة وعافية وسلامة وسعادة وسعة رزق.